اول حاجه كده بدات في العيش عشان العجينه تلحق تخمر، ويلا بينا نعمل العجينه. هنعملها فين بقى؟ في عجان فلامينجو. انتوا بتشبهوا ولا ايه؟ هو عجان الشغل اللي بقاله معايا في الشغل اكتر من 6 شهور. جابولي عجان جديد في الشغل، اللون التاني المنت جرين، اخدت ده بقى معايا البيت. واول ما عرفت العرض اللي عليه ان سعره بقى 5555 جنيه. العجان ده اللي زيه بره عامل 7 و8 و9000 كمان. بجد يا جماعة العجان ده 7 لتر، بياخد معاكي 2 كيلو ونص دقيق، ومش سرعة ولا 2، ده 10 سرعات. وكمان مفتاح السرعات ده فيه ليد بينور. عايزة أقولك إنه كمان مزود ب4 رجول علشان تمنع الانزلاق. واهم حاجه بالنسبه لي انه 1600 واط بكفاءه عاليه، يعني 1600 ها، مش 1600 وهو في الحقيقه 800 ولا 900، لا فعلا 1600 واط. وبقول لك ايه، الوانه النحاسي اللي انت شايفاه ده والمنت جرين اللي معايا في البرنامج. ومفيش عجان في مصر بالالوان دي غير عجانات فلامينجو فقط، في الوان تانية بيعملوها هتنزل قريب قوي. معاه بدل السلاح 3. شايفه السلاح اللي انت شايفاه ده يجنن العجن. وطبعا معانا الكف للعجن، والاتنين مطليين بماده علشان ما تلزقش في العجين. ومعاه طبعا الخفاقه اللي انت شفتيها في الاول، ودي مكونه من الستيل. وواخده بالك بقى من الوعاء، الحله بتاعته ستيل برضو. واحلى حاجه بقى الغطا الرهيب ده، تزودي منه المقادير براحتك، والدقيق ما يعملش جنبك عاصفة استحراء. من وجهة نظري البسيطة وبعد استخدامي للعجان ده أكتر من 6 شهور، بجد أحلى عجان ممكن تجيبيه، سعر يجنن وجودة عالمية. بصي بقى احنا عملنا ايه؟ جبنا حلة العجان، حطينا فيها نص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من الملح، وكمان معلقتين كبار من اللبن البودرة. يا جماعة العجان مهم جدا في البيت عشان تعملي الفطاير، العيش، البيتزا، اي مخبوزات، اي قرص بتحبيها، وشغل رمضان وشغل العيد. ما ينفعش ميبقاش عندك عجان. وخصوصا ان الحمد لله انا جايبهولك بسعر مش قادره اوصفلك، بقولك 5555 جنيه. عايزه ايه تاني؟ ونسيت اقولك معاكي ضمان سنتين، يعني مش حاجه من غير ضمان، ضمان سنتين لو في اي حاجه حصلت لا قدر الله. للجودة أصول